بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم عيلتي الكبيرة الجميلة، إخواتي وحبايبي. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة من التراث العربي القديم، بس قصة جميلة جدا جدا. اسمها الأساسي قصة الدرة الرابعة. أربعة، هي الدرة الرابعة آخر واحدة. طيب إيه الحكاية؟ عشان نعرف الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة النهاردة زي ما بقول قصة من التراث العربي، يعني من زمن بعيد. تمام. كان في تاجر اسمه سلمان. سلمان ده كان تاجر كبير وعنده خير كتير جدا جدا، وكان متجوز 3. وبعدين كان في بنوتة اسمها سلوى. سلوى دي كانت بنت شيخ حافظ القرآن وراجل علمه كبير، وكانت هي الوحيدة بين اخواتها الذكور. كان عندها 6 اخوات رجالة، فكانت هي شخصيتها قوية، متربية بقى في وسط شباب، فشخصيتها قوية، محدش بيعرف يمشي عليها كلمة في الحق طبعا. كانت بتحب تعرف كل حاجة. أبوها علمها وفقهها في الدين، وعلمها تقرأ وتكتب وتحسب، يعني اهتم بيها جدا جدا. عشان كده طلعت شخصيتها قوية وعندها كل العقل الراجح ده. عقلها الراجح ده كان بيخليها تسأل كتير، كل حاجة ما تعرفهاش تسأل فيها. ما بتحبش تقعد كده مش فاهمة، لا، هي عايزة تسأل وتعرف وتبقى فاهمة كل حاجة. المهم شخصيتها القوية دي لما سمع عنها التاجر سلمان عجبته، وهي برضو كانت جميلة، مش بس شخصيتها قوية، كانت كمان جميلة. فلما عجبته اتجوزها، بقت هي كده الدرة رقم 4. في هذا الزمن كان الجواز من 4 عادي، ما الست ما بتعترضش ولا حاجة، وبيعيشوا مع بعض في بيت واحد وكانوا متأقلمين والدنيا ماشية كويس. فكانوا ال4 عايشين في نفس البيت، يعني اتجوزها وعاشت في نفس البيت. ال4 ضراير بقوا عايشين في نفس البيت. بيت كبير طبعا، واسع جدا، في غرف كتير. ال3 كان مخلف منهم، عنده بنات وعنده صبيان، بسم الله ما شاء الله. سلوى برضو لما اتجوزها خلف منها ولد وبنتين، فكان البيت مليان عيال ما شاء الله. سلوى بقى فضل طبعا التاجر سلمان مبسوط ان هو اتجوزها وفرحان بيها وبيتفاخر بيها ان هو اتجوز بنت الشيخ فلان. وبعدين مع الوقت لقاها اسئلتها كتير، يعني لو اشترى حاجة تقول له اشتريتها بكام وجبتها منين فده طبعا يعني ايه بدأ يضايقه. وبعدين قال لها انت عليكي تربية العيال، الكلام ده والحاجات دي من شغل الرجال مش شغلك انت. كانوا بقى ال3 التانيين ما بيسألوش على حاجة، هم بياكلوا ويشربوا ويناموا ويربوا عيالهم بس، اكتر من كده مفيش. طب وحاجة البيت والشغل؟ كان البيت فيه خدم، الخدم كان كل واحد او كل واحدة مختصة بحاجة، وده كان النظام في البيت، والحياة كانت ماشية بالشكل ده. لكن هي بقى سلوى دي كانت بتسأل زي ما قلت لكم على كل حاجة. بدأ سلمان يتضايق من أسئلتها. انت ليه بتسألي؟ انت رب عيالك وعيشي زي ما الباقي عايشين، ليه كده؟ تقول له لا، انا ما بعرفش يبقى في حاجة مش عارفاها واسكت، انا اتعودت على كده وبابا عودني على كده، اللي ما اعرفوش اسأل عليه، وانا بحب اعرف كل حاجة. فكانوا ضراتها ال3 بقى بيقولوا عليها فضولية، بتحب تعرف كل شيء، بيقولوا عليها فضولية. دي ايه؟ الزوجة الفضولية، الدرة الرابعة الفضولية. هي ما كانتش بتتضايق لما كانت بتسمعهم يقولوا كده، ما كانتش بتتضايق. مرت الايام والسنين، وزي ما قلت لكم هي كمان خلفت زي الدرات ال3 اللي قبلها.
وبعدين جه التاجر سلمان قال لهم انا هطلع حج. راحوا الثلاثه قالوا له تروح وترجع بالسلامه، ودعوا له وتمام وحجه مقبوله والكلام ده كله. اما سلوى بقى قالت له طب وتطلع لوحدك ليه؟ انا عايز اطلع معاك. قال لها ما ينفعش، تطلعي معايا ازاي؟ اذا كان في 3 قبليكي، فانا لو هاخد واحده ومعايا مش هتبقى انتي، هتبقى اول واحده اتجوزتها. فما ينفعش، ما ينفعش الكلام اللي بتقوليه ده. انا هطلع لوحدي وارجع باذن الله. طب ومين اللي هيدبر لنا امورنا؟ مين اللي هينفق على البيت؟ مين؟ قال لها انا مرتب كل حاجه، كل واحد من الموجودين في البيت من الخدم وكل واحده عارفه هتعمل ايه ومتفق معاهم هيعملوا ايه. طب والرزق والمحل والمصاريف؟ قال لها المحل في واحد برضه هيشتغل فيه لحد انا ما اجي، وهيبعت لكم كل يوم المصاريف بتاعتكم، والخدم يجيبوا لكم اللي انتوا عايزينه، ومحدش يخرج ولا حد يروح ولا يجي، انتوا تربوا عيالكم وتعيشوا زي ما انا كنت عايش بالظبط، وكل حاجه هتجيلكم لحد عندكم. قالت له طيب خلاص تروح وتيجي بالسلامه. قال لها بس المهم عايز اجي ما لقاش مشاكل بينكم. قالت له لا، وهم كمان الثلاثه قالوا له لا ما فيش مشاكل ولا حاجه ان شاء الله. مرت الايام وبعدين لقت الراجل اللي هو في المحل بيشتغل بعت لهم الفلوس اللي المفروض هيصرفوها اقل من اللي كان بيبعتها سلمان جوزها. بدأ يقللها شويه بشويه، فاتضايقت وقالت الله هو بيقللها ليه؟ ايه اللي بيخليه يقللها؟ يعني هو الربح بيقل؟ ده المحل والمتجر شغالين كويس جدا. فراحت قالت لايه؟ للثلاث ستات اللي قبلها بقول لكم ايه، الراجل بعت لنا الفلوس اللي بيبعتها اقل من اللي كان سلمان بيبعتها لنا. وبعدين راحوا ضحكوا كده وقالوا لها هو انت لازم تتدخلي في كل حاجه؟ ما هو اللي جه خلاص هنجيب منه اللي احنا عايزينه وخلاص، ده شغل الرجاله ملناش احنا دعوه. قالت لهم ملناش دعوه ايه؟ انا بقول لكم على حاجه تخصنا لرزقنا واكلنا واكل عيالنا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ قالوا لها هو برضك اللي هو بعته ده كفايه، ولا نتكلم ولا نعمل مشاكل ولا نسأل على حاجة. راحت سكتت، سابتهم ما كملتش كلام معاهم، ولكن دماغها عمالة تجيب وتودي. لا أنا لازم أعرف إيه اللي بيحصل، ولازم أعرف الفلوس دي قلت ليه، وهو ليه قللها، والكلام ده كله. المهم فضل التفكير في دماغها، ما عداش أسبوعين بعد ما جوزها سافر، وبعدين لقي واحد وهم قاعدين بيفطروا مع بعض، لقي واحد بيخبط على الباب بصورة شديدة قوي، دب دب دب. اتخضوا، فالخدم فتحوا الباب، فراح هو من على الباب كده قال لهم يا نساء سلمان، يا نساء سلمان، يا نساء الشيخ سلمان. نعم خير في ايه؟ قال لهم عندي ليكوا خبر مش حلو، وجايب لهم العباية والشنطة بتاعة سلمان. وراح مديهم العباية والشنطة وقال لهم هجمت على القافلة واحنا رايحين نحج، لان بقى في الزمن ده ما كانوش بيسافروا للحج زينا كده بالطيارة او بالكلام دون، لا كانوا بيسافروا على الجمال. واحنا مسافرين للحج قابلتنا ناس من اللي هم قطاعين الطرق دول، موتوا اللي موتوه وهرب اللي هرب وسرقوا اللي سرقوه، وما لقيناش سلمان التاجر سلمان، غير لقينا العباية بتاعته والشنطة بتاعته، فجبناهم لكم. طبعا كلهم حزنوا وزعلوا، وسلوى مسكت العباية والشنطة وقالت سلمان ما يسيبش العباية والشنطة كده بمزاجه، لا ده أكيد حد خلاه قلعهم بالعافية وسابهم. المهم قعدت تفكر ومتضايقة هي كمان، بس مش مقتنعة باللي حصل. يعني ايه؟ يعني مش مقتنعة ان جوزها مات، لا. وبعدين تبص العباية كده وتقول ما هي العباية دي ممكن حد يجره، حد يشده، حد حاجة، العباية تقع، لان العباية من غير اي زراير قدام ولا سوست ولا الكلام ده، مفتوحة، فممكن تقع، تتخلع منه يعني وتقع. والشنطة نفس الكلام.
ممكن تقع من كتفه، تقع من ايده، سهله. فايش عرفنا مات ولا ما ماتش؟ ما دام ما شفناش الجثه بتاعته ودفناه يبقى ما نعرفش مات ولا لا. المهم تاني يوم لما شاع الخبر، اهل القريه جايين ايه؟ يعزوا. اتجمعوا كلهم بره في حوش البيت الكبير وجايين يعزوا. والثلاث ستات اللي قبل سلوى قاعدين بيعيطوا. طبعا اتضايقت، هي اتضايقت من الوضع ده. اتضايقت لانها مش مقتنعه ان جوزها مات طالما ما دفنتوش بايديها. فراحت خارجه للرجاله اللي جايين يعزوا وقالت لهم سلام عليكم في وسط الرجاله. عليكم السلام. قالت لهم دلوقتي انتوا جايين تعزوا في الشيخ سلمان ليه؟ هو انتوا شفتوا جثته؟ شفتوا ان هو مات؟ احنا دفناه بايدينا؟ قالوا لها لا. قالت لهم طيب العبايه والشنطه اللي جم دول ممكن كده يكونوا قاطعين الطرق، خطفوه، خدوه، خلوه عندهم، اثروه، لكن ما ماتش. ما دام ما دفناهوش يبقى ما ماتش. بس احتمال مات. طب احتمال، يبقى احنا ليه نقول مات بقى ونجزم انه مات وجايين تعزوا فيه كمان؟ طبعا الثلاث ستات اللي قبلها بقى اتغاظوا جدا، وهي فطحانه كده على طول وبتتدخل في كل حاجه، يعني ينفع اللي عملته ده؟ ودخلت عند الرجاله وراحوا نادين عليها. هي ما رجعتش الا لما خلصت الكلام اللي هي عايزه تقوله، وبعدين رجعت له. اتفضلوا ميه. بعد ما رجعت بيقولوا لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ ليه كده؟ ليه تخشي في وسط الرجاله كده وتفضحينا؟ قالت لهم ما فيش فضيحه ولا حاجه. فين الفضيحه؟ ما انا داخله بهدومي وطرحتي وزي ما انا. ايه اللي حصل؟ وبعدين انا مش مقتنعه انه مات. مات ازاي يعني؟ ما دام ما دفنتوش بايديا يبقى ما اعرفش مات ولا عايش. خلاص اتفضت الليله على كده وعاشوا على كده. طبعا عده الزوج المتوفي 4 اشهر تقريبا، تقريبا 4 اشهر و10 ايام. هي 4 اشهر و10 ايام، ولو كنت غلطانه قولوا لي في التعليقات. تمام، احنا بنذكر بعض. وبصراحه بقى يعني العظمه كبرت والواحد بقى بينسى شويتين كده يعني. فلو هي غير كده قولوا لي. المهم، فبعد ما خلصوا ال4 اشهر و10 ايام بدأوا ايه الستات التلاتة، الضراير التلاتة، يكلموا سلوى في ان هم عايزين يوزعوا الميراث عشان كل واحدة ترجع لبيت اهلها. ليه مش هتقعدوا هنا؟ مش هنستنى اما نشوف مات ولا لا؟ لا احنا مش هنقدر نستنى، احنا عايزين حقنا وحق عيالنا عشان ايه؟ نرجع لبيت اهلينا. اتفقوا هم التلاتة على كده. راحت سلوى قالت لهم خلاص خدوا كل حاجة وسيبوا لنا البيت والمحل، انا هفضل هنا انا وعيالي وهسيب المحل شغال زي ما هو وهعيش هنا عشان لو جوزي عايش يرجع يلاقيني، لكن انتوا عايزين تمشوا خلاص. وبالفعل وزعت عليهم الفلوس، وزعت عليهم كل حاجة، وخدت هي نصيبها البيت والمحل. وكل واحدة فيهم راحت ايه؟ بيت اهلها. اللي قاعد في البيت هي سلوى وعيالها، والخدم موجودين وكل حاجة ماشية زي ما هي. لحد ما في يوم من الأيام وحشها العيال ولاد ضرايرها، راحت عزماهم كلهم على الغدا. جابوا عيالهم وجم بعد ما كانوا التلاتة اتجوزوا، يعني ما صبروش كتير، وأول ما تقدم لهم ناس اتجوزوا. فلما وحشها العيال وعزمتهم، كل واحدة فيهم استأذنت من جوزها وجابت عيالها وإيه، وراحت عند سلوى في البيت الكبير بيت جوزها عشان يتغدوا. أول ما قعدوا عشان يتغدوا وتحط الأكل، بدأوا العيال ولاد الثلاث ضراير يهجموا على الأكل وياكلوا بشراسة وياكلوا بنهم وياكلوا بسرعة وشكلهم دبلان، العيال متغيرين. سلوى اتضايقت. بعد ما كلوا كده وقعدوا يشربوا الشاي وبيحكوا مع بعض، قالت لهم هو انتوا يا ستات في حاجة مضايقاكوا؟ العيال ليه دبلانين كده واتغيروا ما بقوش زي ما كانوا هنا؟ راحت أول واحدة قالت لها بصراحة أنا جوزي بيكره بنتي.
وبيعاملها معاملة سيئة، ولو اتكلمت بيهددني انه يطلقني، بضطر اسكت. راحت التانية بصلها كده سلوى، بصت لها وقالت لها وانتي؟ قالت لها انا حماتي ما بتقبلش ابني ولا بنتي. ليه؟ اهو ما بتقبلهمش، كل شوية تضربهم بسبب ومن غير سبب، ولو اتكلمت تقول لجوزي وجوزي ينكد عليا ويقول لي لو اعترضت تاني هطلقك. التالتة قالت لها جوزي عنده بنات من دور بنتي وبيعاملوها وحش جدا، ولو اتكلمت او اتدخلت جوزي برضو بيهددني ان هو هيطلقني ويقلب عليا ويعاملني معاملة مش كويسة. قالت لهم كل ده جارلكوا وانتوا ساكتين كده ومستحملين؟ قالوا لها طب هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ ما قدامناش حاجة تانية. قالت لهم طيب انا عندي فكرة. قالوا لها اتفضلي. قالت لهم العيال دي سيبوها هنا ياكلوا زي ولادي ويعيشوا في بيت ابوهم، وانتوا عيشوا بحياتكم. راحوا طبعا التلاتة فرحوا، خلاص مش هيبقى في مشاكل وعيالهم هيقعدوا وياكلوا ويشربوا، وهم عارفين بقى سلوى ان هي شخصية قوية ومادام قالت كده هتعمل كده. راحوا ما شاء الله التلاتة خدوا قعدتهم ومشيوا وسابوا لها العيال، وسابوا لها العيال كلها هي بقى تربيهم وتاخد بالها منهم. بدأت سلوى فعلا تربيهم وتاخد بالها منهم وتأكلهم زي عيالها، وبقوا عايشين مع عيالها أكنهم ولادها كلهم. بس بقى هنا طبعا المصاريف زادت، فبقت مش قادرة على الحمل ده كله. تعمل ايه؟ ترجع العيال؟ لا. طب تقلل الأكل؟ لا. امال عملت ايه بقى؟ كان في دادة من الدادات الموجودين في القصر عندها أو في البيت الكبير ده اسمها صابرين. صابرين دي كانت قريبة منها جدا وكانت بتحبها وبتحب شخصيتها القوية. فراحت سلوى ندهت لها وقالت لها تعالي يا صابرين. راحت جت قالت لها بصي أنا عايزة منك خدمة. قالت لها أموريني. قالت لها دلوقتي الوضع 1 2 3 وأنا مش هينفع أتخلى عن العيال. قالت لها طب اطلبي من أمهاتهم، ما هم خدوا ورثهم يساعدوكي في المصاريف. قالت لها لا، أنا نفسي مش هتجيبني أعمل كده. أمال هتعملي إيه؟ قالت لها أنا عايزاك أنت تاخدي بالك معايا من الولاد ومن البيت، وهمشي بقية الخدم لأني معيش أدفع لهم. راحت الدادة صابرين بصت لها كده وقالت لها وماله يا بنتي، ربنا يقوينا وناخد بالنا من البيت احنا الاتنين. قالت لها خلاص ماشي. وراحت ايه ممشية فعلا كل الخدم اللي في البيت، وبالتالي كده وفرت فلوس. شوية شوية سنة سنتين العيال كبروا ومصاريفهم برضو زادت. راحت سلوى قالت لصابرين بقول لك يا صابرين. قالت لها نعم. قالت لها انا دلوقتي محتاجة مصاريف زيادة، وانت خلاص واخدة على البيت والولاد معاكي وعودتيهم يساعدوكي والدنيا ماشية. قالت لها يعني عايزة ايه؟ قالت لها عايزة اخرج انا اتاجي اشوف المحل بنفسي واتابع المتجر بنفسي، لان اللي واقف فيه ده كده كده بياخد فلوسنا، كده بيسرقنا، ما ينفعش. قالت لها يا بنتي بس اهل القرية مش هيسكتوا، ده عمل الرجال وانت ست، هيطمعوا فيكي ومش هيسكتوا. قالت لها طب يعني هعمل ايه؟ ما قداميش حل تاني. قالت لها انا عندي حل. قالت لها قولي. قالت لها شيعي في البلد ان اخوكي لما عرف ان جوزك توفى ومش موجود قال هاجي اساعدك لحد ما جوزك يرجع. طب وبعد كده؟ قالت لها بعد كده البسي انت لبس رجاله وروحي انت بقى المتجر على انك راجل، والناس هتعاملك على انك راجل، وما تتكلميش كتير معاهم، وخليكي كده ايه تعاملك رزين وهادي، وهم يقتنعوا ان انت ايه راجل. فاستغربت من الكلام ومبقتش عارفه معقوله اقدر اعمل كده؟ اقدر. وقعدت تقوي نفسها وايه وعايزه تنقي بقى اسم لمين؟ لاخوها. فراحت قايله ايه طب اسميه ايه؟ اسميه زكي. ربنا يجعل لي نصيب من الاسم
وابقى ذكيه كده واعرف اتعامل والناس ما تكشفنيش. فاشاعت فعلا الاشاعه زي ما دادا صابرين قالت لها، والناس صدقت. وبعد كده لبست لبس رجاله وراحت المتجر. مشت الراجل اللي كان موجود، وبدأت هي تدير المتجر وتشتغل مع التجار وتشوف هتعمل ايه، وتشتري من التجار وتبيع وتشتري وتكسب. ولقت فعلا الرزق كتير، وان فعلا الراجل اللي كان واقف ده كان بياخد فلوس كتير من المحل. قعدت كمان تقارن وتشوف الدفاتر وتشوف الوقت اللي البضاعة فيه بتكون رخيصة والوقت اللي بتكون غالية، وبقتش تشتري غير في الأوقات اللي البضاعة فيها رخيصة. وده طبعا حاجة خلتها بقت بتكسب أكتر وأكتر. ومشيت الدنيا على كده، مشيت الدنيا على كده، والتجار بقوا يثقوا فيها جدا. واتشهر التاجر زكي بأن هو ذكي فعلا، وان هو امين وكويس ومعاملته حلوه. والناس بقى التجار كلهم اللي في السوق بقوا مبسوطين منه وبيتعاملوا معاه كويس، لدرجه ان هم كانوا بيدعوه للاعداد بتاعتهم والحفلات بتاعتهم. فهي طبعا مش هتنفع تروح، فكانت تعتذر. يقولوا له بتعتذر ليه بس يا زكي؟ يقولوا لها قال لهم اصل انا عندي مراتي كفيفه ما بتشوفش، فما اقدرش اسيبها لوحدها، لازم اروح عشان اقعد معاها وارعاها، لكن هسهر معاكم انتوا واسيبها لوحدها ما ينفعش. فكانوا يعرضوا عليه يتجوز من بناتهم ويسيبوا من الزوجه الكفيفه دي. يقول لهم لا، ما اقدرش اعيش من غيرها. وكانت بكده بتهرب من قعداتهم عشان ما تقعدش معاهم وتتكلم معاهم كتير وامرها يتكشف او يتفضح. مشيت الايام على كده وخلاص، والدنيا حلوت والفلوس زادت وبقت تمام، وبقت تدير المتجر على اكمل وجه. في يوم من الايام كانت طالبه بضاعه من قريه مجاوره للقريه بتاعتهم. فالناس اللي بتشيل البضاعه عمالين يشيلوا ويحطوا ويركنوها في مكان كويس وكده. شافت واحد من الناس دول، اول ما شافته استغربت وبلمت وبرقت وحالها بقى حال. ليه بقى؟ لان الراجل شبه جوزها، شبه سلمان، والصوت سلمان. فراحت مناديه التاجر اللي بتاخد منه، قالت له انت تعرف الراجل اللي شايل البضاعه ده؟ قال لها اه. طب تعرفه منين؟ قال لها ده من 4 سنين كانوا قطاع الطرق هاجموا قافله رايحه الحج وخدوا منها كل حاجه، واحنا لقيناه واقع في الصحراء مرمي، خلاص مغمى عليه قرب يموت. فخدناه واكلناه وقعدناه وكله، سالناه عن اسمه ما لقينالوش اسم، ولقيناه مش عارف حاجه ومش فاكر حاجه خالص. انت منين؟ مش عارف اسمك ايه؟ مش عارف إيه؟ عرفنا ان هو فقد الذاكره. ومن ساعتها وانا باخده معايا في المدن اللي انا قصدي في القرى اللي انا بودي لها البضاعه، زي ما انا جايبه كده يمكن حد يتعرف عليه. قالت له طب انا شاكه ان هو حد اعرفه، ممكن تسيبه يشتغل معايا هنا في المحل؟ قال لها اه. بس كده؟ من عناية يا تاجر زكي. طبعا الناس بتثق في التاجر زكي، فمن ثقته فيه راح التاجر ساب لها الراجل ده يشتغل معاه في المحل. راحت فرشاله مكان في المحل كان كبير، المتجر كبير. فرشت له مكان وجابت له فيه سرير وفرشه، وبقى ينام في المتجر، وهي مروحه تقفل عليه الباب. بقى يشوفها وهو طبعا مش عارفها. راحت قالت انا لازم ادور على علاج. راحت رايحه لحكيم القريه، قالت له يا عم الحكيم انا دلوقتي في واحد اعرفه كذا 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 كذا، هل لي علاج؟ قال لها اه. اول حاجه خلوه يقعد في الاماكن اللي هو كان فيها قبل ما يفقد الذاكره عشان يقدر يفتكر، الحكايه دي هتساعده على انه يفتكر. تاني حاجه خدي ازازه فيها دواء، اديله معلقه كل يوم قبل ما ينام. تمام. فرحت طبعا وقالت خلاص انا هعمل كده وان شاء الله يقدر يفتكر وترجع الدنيا زي ما كانت. المهم يوم ورا يوم ورا يوم
عامل ايه؟ كويس تمام. مش فاكر حاجة؟ لا مش فاكر، بس انا فاكر ان القرية دي مش غريبة عليا، حاسس ان انا شفتها قبل كده. اتبسطت، قالت كويس ده في امل اهو. استمرت انها تديله العلاج، واستمرت تهتم بيه وتاكله وتشربه وتجيب له الاكل وجابت له جلابيه من الجلاليب اللي كانت بتاعته عشان يغير فيها وهو نايم فين؟ في المتجر. شويه 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 خد باله منها. خد باله منها ازاي؟ هي بقى هنا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتدخل المحل باللبس بتاع الرجاله عشان الناس تشوفها وهي داخله، وتشتغل وتمام وتمام، وبعدين تقلع اللبس ده اخر اليوم وتلبس لبس الستات بعد ما تكون خلاص هتقفل، على ان ايه؟ الناس مش خلاص بقى الدنيا ضلمت مش هتشوفها، وتقفل وتمشي. المهم في يوم من الايام سلمان نايم على السرير، راحت وقع فوق دماغه شكارة فيها عملة وفيها حاجات تقيلة كانت محطوطة ومرصوصة، لأن هي كانت منيمة في حتة زي المخزن كده فيها بضاعة برضه وفيها حاجات وشكارة وشويلة والكلام ده. راحت وقع فوق دماغه وهو نايم. وقعت فوق دماغه وهو نايم، وطبعا انتوا عرفتوا كده اللي حصل. افتكر افتكر وقام شال الشكارة حطها وحط ايده على دماغه كده، وبقى ايه؟ حاسس دماغه بتلف ومعرفش ايه، وفي النهاية تذكر. فأول ما شاف التاجر زكي بقى لما جاله الصبح وصبح عليه عامل ايه ومش عامل ايه وبتاع كويس، وبعدين خد باله ان بالليل بتخرج واحدة ست، والست دي هي سلوى مراته. شك فيها، قال ايه ده؟ ازاي؟ مش معقول، مش معقول بنت الشيخ فلان تعمل كده. انا هي هتمشي، والراجل بقى اللي كان هنا ده انا هموته. بعد ما مشيت دخل عشان يشوف الراجل، لقى الهدوم بتاعت التاجر زكي هي اللي محطوطة، ولا في راجل ولا في حاجة. فهم، قال عرف ان هي مراته اللي لابسة ايه؟ الهدوم بتاعت الراجل عشان تعرف تشتغل. اتبسط طبعا. ولكن بقى في وسط كل ده افتكر ايه؟ اتفضلوا ميه. افتكر القافله بقى، وافتكر اللي هجموا عليه، وافتكر مش عارف ايه، وافتكر وقعد بقى يفتكر كل حاجه. طب هنا سلوى بتشتغل، امال التلاتة الستات التانيين فين؟ وعيالهم فين؟ معقول هم في البيت وهي بس اللي بتشتغل؟ وقعد يفكر. ما قدرش يصبر كتير ولا يخبي كتير ان هو افتكر. اول ما زكي خلص الشغل وبقى سلوى ولبس هدومه، راح خارج لها كده وبص لها وقال لها بتعملي ايه يا سلوى؟ وليه لابسه لبس رجاله؟ طبعا انهارت وفرحت والفرح جه بعياط بقى، وما بقتش يعني عارفه تتمالك نفسها. انت افتكرت؟ انت سلمان؟ قال لها انا سلمان. انا ما كنتش فاكر كل حاجه، انا افتكرت دلوقتي كل حاجه. انت بتعملي ايه؟ قالت له اقعد طيب وانا هحكي لك. راحت حكي له كل حاجه من يوم ما سافر. راحت عينيه رغرغت بالعياط وقال لها حقك عليا انا اسف. قالت له اسف على ايه؟ وانت بمزاجك؟ مفيش اسف ومفيش عياط، انت رجعت. وطبعا كانت مبسوطه جدا جدا ان هو رجع. فراحوا مروحين مع بعض البيت. دخل خد شاور جميل وغير هدومه وحلق دقنه، والعياء قعد مع اولاده وكان مبسوط جدا جدا جدا. وسلوى برضه كانت مبسوطه جدا. قال لها انا عندي مشوار هقضيه وارجع. راح في بيت واحده من الستات اللي هو كان متجوزهم الثلاثه، في بيت اهلها يعني، وطلب من اهلها يبعتوا لها ويبعتوا للاثنين التانيين. انت رجعت ازاي انت؟ قال لهم انا كنت فاقد الذاكره ورجعت. فالبلد كلها طبعا عرفت ان هو رجع، والتاجر سلمان رجع، وفقشوا بقى الحكايه وعرفوا ان سلوى هي التاجر زكي،
والبلد كلها كانت مبسوطة بيها جدا جدا وفخورة بيها وبيهنوا عليها. بعد بقى للستات التلاتة جم، راح مقعدهم هم التلاتة، وطبعا لمهم على اللي هم عملوه واللي سمحوا بيه انه يحصل في عيالهم، مش عشان يتجوزوا بس عشان سمحوا الكلام ده يحصل في عيالهم، وده ضايقه. طبعا منهم بقى اللي ندمت، ومنهم اللي عيطت، ومنهم اللي قالت يا ريتني كنت استنيته، وهكذا. راح رامي عليهم يمين الطلاق هم التلاتة لانهم متجوزين خلاص، فحلهم من رقبتهم وخلاص، انت طالق وانت طالق وانت طالق، وعمل الطلاق رسمي وخلصت الليلة. رجع تاني لسلوى وعاش هو وسلوى ومعاهم الدادة صابرين طبعا، وقال لها لازم نرجع الخدم كلهم، وراح مرجعهم كلهم، وعاشوا حياة جميلة كلها سعادة وهنا. ودي كانت الضرة الرابعة. ايه رأيكم؟ قصة جميلة، وبصراحة قصص التراث العربي القديمة قوي دي انا حسيت انها جميلة قوي، فممكن انشر لكم منها كذا قصة. قولوا لي رأيكم في التعليقات، عجبتكم انشر منها كذا قصة ولا بلاش؟ طبعا في القناة التانية يوميات صفية، هي يعني قصص طويلة عادية زي ما هي. انا بسألكم على القناة دي، القناة دي حكايات صفية دي انشر فيها من النوع ده ولا بلاش انشر برضو قصص عادية؟ انا منتظر رأيكم في التعليقات. بحبكم جدا جدا، ربنا يرعاكم ويحميكم ويحفظكم، اللهم امين. واشوفكم على خير في القصة الجاية. سلام.